اهلا بيكم، عاملين ايه؟ جايلكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض طريقه البتنجان المحشي. انا جبت البتنجان دوت. بصي، لو انتي هتقوريه يا ريت تقوريه ساعتها على طول يعني. انتي اشتريتيه وهتعمليه النهارده، يبقى تقوريه النهارده، ما تقوريهوش قبلها بيومين علشان بيجلد ولونه بيتغير. خلاص. حطيت البصل اهوت. لما تيجي تعملي محشي كتري كميه البصل علشان المحشي بتاعك يبقى طعمه حلو. حطيت البصل في الحلة الأول وولعت النار عشان يمتص السخونية، وبعد كده أنزل عليه بالزيت. طبعا المحشي بيحب الزيت الكتير، البصل الكتير. خلاص، كتري بصل، كتري خضرة. ما تكتريش رز لأن علشان ما يبقاش مكتوم قوي يعني. تمام. بس كده حطيت الزيت، الكمية تكون مغطية البصل بتاعي. هبدأ بقى أقلب فيه كده لحد لما لونه يتغير، مش بس يعني يدبل، لأ، أنا عايزة أدي للبصل بتاعي لون. هفضل أقلب فيه كده بقى. هكون أنا بعمل إيه؟ بعمل الطماطم. خلاص، على ما هو يحمر، لأن هو هياخد وقت على النار عشان ما تضيعيش وقت. حطي البصل الأول، بعد كده تمسكي الطماطم تضربيها. هجيب بقى قرن فلفل حامي وهنزل بيه على البصل. بص، البصل بدأ ياخد لون اهوت، ما تخافوش خالص. اللون ده حلو جدا، ما تفتكروش ان هو البصل اتحرق او كده، علشان اللون ده هيحمر لي الصلصه بتاعتي. لو انت عايزه الصلصه بتاعتك حمرا، حمري البصلايه بتاعتك. تمام. هسيبها بقى ايه كده تتسبك بقى مع بعضها. انا عامله 2 كيلو من البتنجان. هنحط كيلو من الطماطم. خلاص، كيلو من الطماطم على 2 كيلو من البتنجان. طبعا هنزل بمعلقة سكر علشان الصلصة بتاعتي ما تبقاش فيها حموضة. هسيبها بقى كده على النار تاخد وتدي مع بعضها كده بشكل ودي. ومعايا قرن فلفل. ده فلفل انا كنت جايباه مفرزاه في الفريزر، عاملاه في الكبة وشيلاه في الفريزر. حتة حامية على حتة باردة يعني. معلقة مثلا من الحامي ومعلقة من البارد. وهنزل بيهم على الطماطم. بصوا، بيودي الصلصة في حتة تانية. اولا لو انت الصلصة بتاعتك مش حمرا بيحمرها، دي حاجة. تاني حاجة، بيدي طعم حلو قوي للمحشي وبيخلي ريحته حلوة. كده خلاص، بعد لما الصلصة اتسبكت نشفت خالص خالص من اي مية فيها، واتنطر الزيت على الوش. حتى لو تلاحظوا ان من الجنب كده اتلسعت شوية، برضو حلوة مش وحشة. هجيب بقى الخضرة بتاعتي: كزبرة، شبت، بقدونس. دي خضرة المحشي يا جماعة، محدش يقولي ان المحشي ما بيتحطش عليه بقدونس. انت حتى لو رحت اشتريتي الخضرة هتقولي له عايزة خضرة محشي، هيديكي كزبرة، شبت، بقدونس. خلاص. يبقى دي الخضرة بتاعتنا من كل حاجة حزمة. طبعا مسكتها نضفتها الأول، وبعد كده ايه غسلتها، وبعد كده قطعتها. هجيب هنا دولت 3 كوبايات من الرز. 3 كوبايات من الرز. كفاية قوي على 2 كيلو من البتنجان. ليه؟ لان انت مش هتملي البتنجان قوي. البتنجان بتاعك هيبقى ناقص عقلة صباع يعني. انت اول الرز هيبقى عند اول صباعك لحد حرف البتنجانية، هيبقى كده عقلة صباع. خلاص، غسلت الرز كويس وصفيته من المية تماما، سبته يتصفى من المية، نزلت بالخضرة قلبته. وبعد كده حطيت الصلصة بتاعتي: معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة. ليه معلقة كبيرة؟ لان انا مش حاطة توابل اصلا على الصلصة لو خدتوا بالكم انا مش حاطة عليها غير معلقة سكر بس. هنزل هنا بقى بمكعبين من المرقة. مش هحط ملح دلوقتي خالص، لان عندي الكمون والفلفل عليهم ملح، والمرقة دي برضو بتبقى مملحة. فهقلب كل المكونات بتاعتي، وهزود شوية زيت كمان. يمكن ما صورتش الحتة ديت، بس دي في شوية زيت. وكمان في تكة حلوة قوي لو جربتيها، بصي هتدمنيها: بصلاية تضربيها في الكبة او تعمليها على المبشرة، مش لازم على ايدك. خلاص، وهتقلبيها، تحطي البصلايه دي نيه كده. خلاص، بعد ما الصلصه فضيتها على الخلطه بتاعتي، هسيب الحله زي ما هي. اعملي الصلصه في الحله اللي هتعملي فيها البتنجان، وما تغسلهاش عشان تحشي فيها على طول. خلاص، لان بيبقى فيها بواقي صلصه فهتحمر معايا كمان المحشي. وعايزه اقولك ان البصل بتاع الصلصه قطعيه على ايديكي مش على الكبه، خلاص بتفرق كتير. كده خلاص، بعد ما حشينا البتنجان وعملنا كام قرن فلفل. لو انت حابة تعملي ربع كيلو من الفلفل، حطي 3 كوبايات من الرز. زي كده. مش عايزة تزودي فلفل، احنا مش بنحب الفلفل قوي، ما تزوديش رز يعني، ممكن كوبايتين ونص. خلاص، لو هتحطي ربع كيلو يبقى 3 كوبايات، هتحطي قرنين فلفل يبقى كوبايتين ونص، لان انا فاض معايا رز. خلاص كده سقيت المحشي بتاعي.
الشوربة بتاعتي غطت على الوش، وكده المحشي بتاعي استوى. سبته بقى لما يغلي قوي، وطيت عليه، مش نار هادية، نار متوسطة، وكده استوى وكان طعمه حلو قوي. جربوا بقى التكة الخطيرة اللي في البتنجان ديت، البصل حلو قوي. مع السلامة. شوف